خوتي المغاربه، خواتاتي المغربيات، السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نخليكم مع الدكتور رشيد العمارتي، اللي غادي يوجه واحد الرساله قويه الى الشعب المغربي والى صاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه ونصره الله، والى حكومات اخنوش بصفه عامه. واللي غادي نخليكم في هذا الفيديو تعرفوا التفاصيل الكامله. اللي غنطالب من المشاهدين هو انكم تبارطاجيو معنا الفيديو، تخلونا التعاليق ديالكم اللي جد مهمه، ونعود في اخر فيديو. الله تعالى وبركاته. هذه الكلمة اعتبروها ما دخلش في النطاق ديال النضال ديالنا. قلت لكم وأكرر لكم، اتخذت كل الإجراءات القانونية والإجراءات البشرية والمعنوية والمادية للخروج بنا إلى حضرة وجناب جلالة الملك، غائبا أو حاضرا هو دائما معنا، يوم السبت المقبل والأحد. والساحات هذه تعطى وكل شيء كونوا على ما تبقاوش تسولوني، انا ماشي هذه، راني راجل كبير بالسن واثرت في البروتوكول ديتا والبلاط وغيرهم في دول عديده. هذه الكلمه اعتبروها وعد الا بغيتيو مني، لان العظم الا تكسر تهرس مره ما يمكنلوش يعاود يتهرس مره اخرى. انا كنهضر معكم بمعنى على هذا الشيء اللي حاصلنا نفسانيا، عقائديا، اجتماعيا، اسرويا، كل شيء، على كل شيء اللي كتحسبوا به كنحس به وكيحس به. طبعا هذا مما لا شك فيه. انا ماشي وكيل على سيادة الملك او على حاجه اخرى كيف تيقولوا الناس اخرين. انا كمواطن كنقول لكم حسب التحليل ديالي ومعلومات احيانا واشياء، ولكن اكثر بالتحليل ديالي. العظم من تيتكسر ما يمكنلوش يتكسر من نفس مره اخرى، غير مره. لا يكلف الله، يقول الحق، نفسا الا وسعها، ولكن تيقول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت، الوجود ديال الانسان وما يكسب وما الى اخره. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، يعلم ما في البر والبحر، ما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. فلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اي داك التقصير، داك الندوب ديالنا اللي كنحسوا به فينا واللي دايريننا، وهذا الشيء كله اللي عايشينه، الله يحسن العون، اكثر شيء نفسانيا وضعفا، وابتلينا بناس ما كيحسوش بنا ولا بالفقر ديالنا ولا بالجوع ديالنا، ولا كيف كندوزوا الويكاند ماشي بحالهم، ولا كيف كندوزوا النهار او الليل، ولا كيف كنفكروا في اشياء ديال الحياه والمعيشه ومستقبل الشبيبه والارامل المتقاعدين واللي ما عندهمش وغيرهم، والمهنيين والصناعيين والحرفيين اللي مات الامور ديالهم. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذاك ما اكتسبت اكثر من ذاك الجرح والندوب، واكثر من ذاك التكسير. هذا المعنى ديالها حتى هي. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذه اكثر، الانسان اكثر من ذاك الشيء، اكبر واكثر بالايمان، بالاعتقاد، بالاحتساب. هذا اللي بغيت نقول لكم. ما هتجيناش لانه اكثر من هادو اللي عايشين، اكثر من هاد الناس اللي استولاو علينا وعلى حتى على الحكم. هذه نقول استغفر الله العظيم وكل شيء، ما كاينش حاجه تجينا اكثر من هذه. وهادو راهم هادي يمشيو، وحنا كلنا الى اجتمعنا دابا بهذه الطريقه اللي قلنا كلنا، ماشي انا، كلنا ومغاربه العالم في الخارج وكل شيء، واللي معنا هنا في بلادنا، والصغير والكبير وموظفين وكل شيء، حتى من المحامين عدد كبير يكاتبوني، ومن القضاة والناس. حنا الشعب واحد، أمة واحدة، حنا المغاربة. حنا لنا باع ولنا عروق وجذور، باش ما نقولوش امبراطورية. طبعا حنا شعب استثنائي المغاربة، وذكاؤنا حاذق يتحير فيه العالم، وصبرنا وحبنا.
فاذا ما اكتسبنا هو قوه من هذا الشيء اللي وقع لنا، وما غاديش اكثر، هادي يمشيو هادو وهيتنسى العهد ديالهم. وارجو الله في حياتي لا تفوتني هذه الفرصه. كل وقت معكم كنقضيه حياه، شاك جور ايت اون في، شاك مينوت ايت اون في. كل وقت كنقضيه معكم هو حياه، كنعتبره حياه، وكنشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الشيء كله. وهذه تبدل هذا الوقت، لابد كل دوام الحال من المحال. لا تفوتني هذه الفرصه بان اقدم باسمي واسم عائلتي، حيث انا في هذه الحاله كنت مزوج بلبنانيه رحمه الله عليها، خالص التعازي الى سيدي الامير مولاي هشام العلوي واخوه مولاي اسماعيل واخواته، اثر وفاه الخاله ديال مولاي هشام الاميره منى، اخت الاميره لمياء. لمياء هي الصلح، هي يما الامراء ديالنا، مولاي اسماعيل مولاي هشام خواتاتهم، واختها هي بنت تقي الدين الصلح، كان وزير اول في لبنان زمان على عهد الاستقلال، وتزوج بها الامير مولاي عبد الله خال حسن الثاني. ولاده هما مولاي هشام مولاي اسماعيل والاخرين. هذه خالته اخت الام ديالو لمياء الصلح، سميتها منى الصلح رحمه الله عليها، كانت بنت تقي الدين الصلح، وزوجة طلال الامير طلال السعودي، يعني ايمان الامير الوليد بن طلال اللي بنته بنت الوليد، هذيك اللي كدير صفحات كثيره ديال الخيريه ريم، هذه جداتها، وهي خالة الامير ديالنا والامراء ديالنا مولاي هشام مولاي اسماعيل واخواته. عزاؤنا لكم كمغربي، كأسرة وكأمير. نعم، يحبونه المغاربة كثيرا، وحتى الملك يحبه، وهو يوقر مهما خرجاته، يبقى أمير ويبقى علوي ويحترم الملك ويحبه. هذا هو اللي بغيت نقول لكم. حافظوا على الأنفاس ديالكم باش هادي نوقفوا وقفة صامدة أمام التاريخ، وقفة الرجال والنساء كلنا معا، كلنا لأجل تحرير بلدنا. أحبكم في الله. عاش الملك. خوتي المغاربه، خواتاتي المغربيات، كما استمعتوا الى الدكتور رشيد العمارتي اللي كنوجهوا له واحد التحيه كبيره من هذا المنبر، واللي صراحه كنفتخروا بكل المغاربه محبين الحق والحقيقه، واللي صراحه كيناضلوا من اجل محاربه الفساد والمفسدين. اذا اخواني اخواتي اعزاء، كانت واحد الرساله موجهه الى الشعب المغربي والى صاحب الجلاله مالك البلاد حفظه ونصره الله، والله يشافيه لنا، للجميع. أصبح يناشد ويطالب بالتدخل ديال أمير المؤمنين للمتابعة والمحاسبة ديال هاد المسؤولين على هاد الأمور اللي كيقوموا بها، اللي خلقت واحد الجدل كبير في بلادنا، واللي خلت عديد من المغاربة أو المغاربة بصفة عامة أنهم يعيشوا التفقير، وخصوصا بعد القرارات اللي بقى كيتم الإصدار ديالها بدون مناقشة، أو أن يشوفوا الاقتراحات أو الحلول المناسبة للمواطنين. إذا احنا أصبحنا كنعيشوا وسط واحد العالم أو واحد المجتمع ديال واحد الطبقة ديال واحد الأشخاص اللي من الطبقة كما كنقولوا ديال الرفاهية، موفرين لهم هما جميع الأشياء. احنا أصبحنا أبسط الأشياء محرومين أننا ندخلوها للأبناء ديالنا، من ابسط الاشياء، بلا ما نرجعوا اننا بقينا كنستوردوا بزاف ديال الاشياء اللي يمكننا ان ندعموها في بلادنا، واللي تقدر انها تعطينا منتوج، وكذلك ان تحارب البطاله اللي ولات كترتفع بواحد درجات كبيره. اذا تساؤلات عديده تطرح حول أولى موجهة عن هذه الحكومة هنا، علاش أن الجميع الآن يناشد ويطالب بالتدخل ديال صاحب الجلالة، واللي كاينه واحد الخارجة حسب معلومات اللي توصلنا بها، واللي كيتم التسريب ديالها، واللي تكلموا عليها عديد من المسؤولين صراحة، وعديد من البرلمانيين الغيورين على هذه البلاد، واللي أكدوا أن هذه الفرصة ديال المغاربة باش يخرجوا يتكلموا، باش يخرجوا أنهم يطالبوا بالتغيير ديال هذه الأمور اللي صبحنا كنعيشوها. احنا ماشي ضد بلادنا، بالعكس احنا دائما مجندون وراء صاحب الجلالة ونحترم تعليمات صاحب الجلالة. إذا ممكن أننا خرجنا على الموضوع
شيئا ما، ولكن بغينا ايضا نتكلموا في هذه الامور هذه اللي بغيت تخليوا لي التعاليق ديالكم في اسفل الفيديو باش انني نشارك معكم فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم، اللي غنتكلموا على هذا الغلاء ديال هذه الاسعار اللي صبحنا كنعيشوه داخل بلادنا. شنو الاسباب ديال هذا الغلاء اللي مازال لحد الان كنطرحوا اسئله ومازال ما كاينش اجوبه مقنعه من طرف المسؤولين عن هذه الامور او عن هذا القطاع. اذا المغاربه كيعانيو، حنا ما كاينش فرص شغل، ونزيدوا في الغلاء ديال الاسعار، ونستوردوا بزاف ديال الاشياء اللي ما ندعموهاش في بلادنا، حتى من الاشياء ديال الفلاحه ولينا اننا كنستوردوها. اذا شنو الدور ديال هذه الامور هذه؟ عطيونا توضيحات كافيه، هذا سؤال كنطرحوه على المسؤولين. اذا الدكتور رشيد ايضا اللي لازال يؤكد لحد الان انه لن يتراجع وسوف يفضح كل هاد المسؤولين بديك الاشياء اللي كيقوموا بها، وانه دائما مجند كما كنقولوا وراء صاحب الجلاله، لان كنشوفوا الناس اللي غيورين لهذه البلاد اللي كيبغيو هذه البلاد هما اللي كيتم الحجز او كيلقاو حواجز في جميع الاشياء اللي كيبغيو يقوموا بها. اذا حنا وجهنا هذه الرساله، والفضل غادي يرجع الله سبحانه وتعالى اللي دائما واقف معنا كما كانت الامور غادين معها، يا كان الغلاء يا كان الرخاء، لان حنا كما كنقولوا الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى، ماشي في يد هاد المسؤولين او في يد شي شخص اخر، ولكن باش نشوفوا المواطنين كيعانيوا وراء هاد الامور هذه وحنا نبقاو اننا كنتفرجوا من بعيد. اذا ما يمكنش هذا، علاش ان طلعنا نتكلموا ونوجهوا هذه الرساله الى هذه الحكومه وهاد المسؤولين، وبالبارطاج ديالكم اخواني اخواتي اعزاء ان هذا الفيديو غادي يوصل ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونشوفوا الاقتراحات والتعاليق ديالكم في اخر الحلقه اللي غادي نخصصوها ان شاء الله الرحمن الرحيم فقط من هذا الغلاء الاسعار. ولكم التعليق والسلام عليكم.